السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي. اليوم جبت لكم بطاطا مرقة بيضاء. المرة ذي درتها بلاش ثوم، باش ما تقولوليش ياك المرقة البيضاء ما تجيش فيها ثوم وما تجي. المرة ذي بلاش ثوم. شو تبعوا معنا. لا حطينا شوية زبدة، شوية زيت زيتونة، كنت تعرفوا زيت زيتونة صحية الكل. حطينا شوية بصل، من بعد جبنا الدجاج نتاعنا حطيناه نقليو فيه بشويه هكا، نزيدو شويه فلفل اسود وشويه ملح، ونخليو البصل تاعنا يتزبد. كل ما يتكراميليزا البصل نتاعنا نزيدولو شويه ماء لين يوصل للمرحله هذه، خاطر لهنا وين تطلق البنه تاعها وكلش. لهنا نمرقوها بالماء ونحطو الدجاج نتاعنا يطيب على راسو. في الوقت هذاك نجيبو البطاطا تاعنا ونقليوها، ما نخليوهاش تقلى بزاف باش ما تعملناش القشره الخشينه. بون لهنا صفينا المرقه نتاعنا من بعد ما طاب الدجاج، وحطينا عاودة رجعناها الكوكوط نتاعنا وحطينا فيها البطاطا نتاعنا وخليناها تطيب. في الوقت هذاك اللي قاعده تطيب فيه البطاطا نتاعنا نجيبو الدجاج نتاعنا ندهنوه شويه زبده ونحطوه يتقلى باش يعطينا الحموريه هذيك كيما نقولوا التحميره هذيك البنينه. ومن بعد نسربيوه بالطريقه دي. نحطو شويه البطاطا نتاعنا، نحطو شويه مرقه. المرقه لازم ما تقولوش مرقه جاري ولا لازم منه المرقه ماهوش حاجه كيما نقولوا دايره. ونحطو شويه معدنوس ونشبحوه بطرونش نتاع قارص. وبصحتكم ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى.